بيبدأ فيلمنا بنيك وهو بيبص لمراته إيمي وهي نايمة وفي دماغه سؤال واحد مرعب. أنا نفسي أفتح دماغك دلوقتي وأعرف إيه اللي بيدور جواها، أنت بتفكري في إيه وحاسة بإيه. النهاردة هو عيد جوازهم الخامس، لكن نيك مش حاسس بأي سعادة في حياته، وبدل ما بيروح يجيب هدية لمراته بيروح على البار اللي بيملكه هو وأخته مارجو عشان يهرب من نكد مراته اللي في البيت. وبنشوف نيك وهو بيحكي لأخته إنه ما بقاش طايق تصرفات إيمي مراته وإن حياتهم بقت عبارة عن جحيم. وبنرجع بعد كده بالزمن عشان نشوف بداية علاقتهم، وبنعرف إن إيمي مش مجرد ست عادية، دي كاتبة مشهورة وعندها سلسلة كتب مكسرة الدنيا اسمها إيمي المذهلة. نيك اتعرف عليها في حفل توقيع الكتاب بتاعها، ومن أول لحظة انبهر بذكائها وخفة دمها. وبعد ما حبوا بعض واتجوزوا عاشوا حياة خيالية في نيويورك، لكن بعد كده حصل لهم أزمة مالية وخسروا شغلهم وفلوسهم، واضطروا إنهم ينقلوا من نيويورك لبلد تانية كئيبة عشان يكونوا جنب أم نيك المريضة. ومن هنا بدأت الكارثة بتاعتنا. نرجع للواقع. نيك بيجيله مكالمة تليفون من جاره اللي بيقوله إن القطة بتاعته خرجت بره البيت، فبيرجع نيك بسرعة البيت وبيتفاجئ إن باب البيت مفتوح. واول ما بيدخل بينده على ايمي مراته، لكن ايمي ما كانتش بترد، وبيلاقي الصاله بتاعت البيت مقلوبه والترابيزه مكسره وكأن كان في خناقه في البيت. وفورا بيبلغ الشرطه، ولما بتيجي الشرطه بتبتدي المحققه رواندا انها تفحص المكان، واثناء الفحص بيلاقوا اثار دم ممسوح في المطبخ، وده بيخلي القضيه تتحول لقضيه راي عام، لان زي ما احنا عارفين ان ايمي كانت شخصيه معروفه. والمحققه بتبدا تشك في نيك لان اثناء التحقيق ما كانش عارف ولا فصيله دم مراته ولا حتى لونها المفضل، وكمان كان بيقول لها ان ملهاش اي اصحاب لانها شخصيه متكبره. لكن لسه الصدمه بتيجي لما اثناء التحقيق مع جارتهم الحامل نويل، واللي بتقول انها اعز صاحبه لايمي، وان ايمي كانت بتشتكي دايما من معامله نيك العنيفه ليها. وبعدين الطب الشرعي بيقول ان المطبخ كله كان غرقان دم وحد نظفه، وده اللي بيحط نيك في خانه المتهم الاول. الاعلام بيبدا انه ينهش في نيك، وخصوصا لما الكاميرات صورته وهو مبتسم في المؤتمر الصحفي وكانه مش فارق معاه اختفاء مراته. وهنا بنعرف ان نيك بيمثل الحزن وهو في الحقيقه على علاقه باندي، واندي دي واحده من طلابه في الجامعه. والمحققه رواندا بتعرف ان ايمي كانت حامل في 6 اسابيع، وده حسب كلام الجاره بتاعتهم. وبتعرف انه نيك مأمن على حياتها بمبلغ ضخم وعليه ديون كتيره بسبب انه مهووس بالفيديو جيمز وبيشتري العاب كتير. وبيطلع قرار من الشرطه بتفتيش بيت والد نيك، واثناء التفتيش الشرطه بتلاقي مذكرات لايمي وبيكون محروق منها جزء كبير. وايمي بتكون كاتبه في المذكرات دي انها خايفه ان نيك يقتلها بعد ما عرفت بخيانته ليها وطمعه في فلوسها. وهنا الاعلام ما بيسيبش نيك. واحده من المذيعات الكبيره اللي اسمها ايلين بتعمل برنامج كامل بيحكم على نيك انه قاتل من قبل حتى ما يتحاكم، والناس في الشوارع بتشيل يفط مكتوب عليها اعدام نيك، واهل ايمي بيطلعوا على كل البرامج ويقعدوا يعيطوا وبيطالبوا باعدامه. كل الادله بتقول ان نيك هو القاتل، والناس كلها بدات تطالب باعدامه. وفجاه الاحداث كلها بتتشقلب. مش هتصدقوا اللي هتسمعوه دلوقتي. بنعرف ان ايمي هي اللي خططت لكل حاجه. ايمي عايشه وصحتها زي الفل، وبنشوفها وهي راكبه عربيتها وبتحكي لنا بابتسامه بارده ازاي نفذت الجريمه الكامله خطوه بخطوه. ايمي قررت انها تنتقم من نيك لما عرفت انه بيخونها، والانتقام ده ما كانش في يوم ولا يومين، دي قعدت سنه كامله بترسم الخطه، وكل خطوه فيها كانت محسوبه بدقه مرعبه. اول حاجه كانت محتاجه شاهد مثالي، فقررت انها تصاحب جارتها الحامل نويل عشان هي ما كانتش محتاجه صاحبه حقيقيه، محتاجه بس شاهد. قعدت على مدار السنه دي تحكي لها تفاصيل مزيفه عن جوزها وتقول لها انه بيضربها وبيهددها، وكل التفاصيل دي عشان لما الشرطه تحقق معاها تقول لهم انها كانت بتقول لي كده، وساعتها الشرطه هتصدقها 100%. وتاني حاجه كانت محتاجه انها تثبت انها حامل عشان تزود تعاطف الناس معاها. ايمي عملت حاجه محدش يفكر فيها. كانت كل ما جارتها الحامل دي بتيجي عندها بتفضل تقدم لها مشروبات كتير، وكانت بتستنى لما بتدخل الحمام وتاخد منها عينه من البول بتاعها، وبعد كده بتروح المعمل بالعينه دي وبتحطها باسمها، وكده النتيجه اللي هتطلع من المعمل انها حامل. اما بقى عن الدم اللي لقوه في المطبخ ده كان دم حقيقي. ايمي على مدار شهور كانت بتسحب من دمها وبتحفظه في الثلاجه، وفي اليوم اللي قررت فيه انها تختفي ده لقت كل الدم ده في المطبخ، وعملت مشهد الجريمه بايديها. وبعد كده قعدت تنظف جزء من الدم عشان تبين للشرطه ان في حد حاول يمسح الدم عشان يخبي على جريمته. اما بقى عن المذكرات كانت بتكتب مذكراتها باسلوبها المميز لكن بقصه مختلفه خالص. مذكرات بتحكي فيها عن خوفها من نيك وانه بيهددها وعايز ياخد فلوسها، وخبتها في مكان يبان انه بعيد، لكن الحقيقه ده المكان اللي الشرطه كانت هتروح تفتش فيه. وطبعا قررت انها تحرق اجزاء من الادله دي عشان يبانوا انهم ادله مطموسه او حد حاول يخبيها. وبعد ما نفذت الخطه العبقريه دي قررت انها تغير ملامحها وتصبغ شعرها عشان محدش يعرفها، ولبست هدوم مش بتاعتها وراحت فندق رخيص في مدينه تانية، وقعدت تتفرج على نيك من بعيد وهو بيغرق في كل المصايب دي. لكن للاسف الحظ بيلعب ضد ايمي. جيرانها اللي في الفندق طلعوا شله نصابين وبيلاحظوا انها غنيه ومعاها فلوس كتير، فبييجوا في يوم يسرقوا كل حاجه منها وبيخلوها على الحديده. وايمي لقت نفسها فجاه في الشارع من غير ولا جنيه ومن غير ورق ومن غير اي مستقبل، فبتفكر هتعمل ايه، وبتفتكر حبيبها القديم اللي كان اسمه ديزي كارتر. ديزي ده
كان مهووس بيها، شاب غني وقاعد لوحده في قصر كبير ولسه مش ناسيها. بتقرر انها تتصل بيه وبتمثل انها بتهرب من جوزها عشان هو وحش وبيعذبها، وديزي طبعا صدقها من غير ما يسأل سؤال واحد ورحب بيها في قصره الكبير. لكن القصر ده مش امان، مليان كاميرات مراقبه في كل حته، وايمي بتلاحظ وجود الكاميرات دي فبتبقى قاعده مش مرتاحه. على الناحيه التانيه نيك وصل لمرحله من اليأس، فبيقرر انه يجيب اذكى محامي في البلد واللي اسمه تانر سيمونز. وسيمونز ده بيعرف ان نيك ما عملش الجريمه دي، لكن بيقول له هنعمل حاجه مهمه، انت مش محتاج تثبت براءتك في المحكمه، انت محتاج تكسب القضيه في عقول الناس الاول. فبيطلب منه انه يطلع مقابله في التلفزيون، فنيك بيقرر انه يطلع مقابله مع المذيعه اللي بتهاجمه اللي كان اسمها ايلين، وبدل ما يدافع عن نفسه بالارقام والادله بيبص للكاميرا وبيتاسف لها وبيطلب منها انها ترجع له. المشهد ده غير الراي العام كله، الناس بدات تتعاطف معاه، حتى ايلين نفسها اترددت عن الهجوم عليه. وايمي بتكون بتتفرج على المقابله دي في بيت ديزي وبتحس بحاجه غريبه، وبتعترف لنفسها انها انبهرت باداء نيك، انه عرف يلعب دورها ويقلب الموازين عليها. وفي اللحظه دي قرر انها ترجع له، لكن مش عشان بتحبه، عشان هو الوحيد اللي يستاهلها وهو الوحيد اللي ذكائه من نفس مستواها. لكن عشان تقدر ترجع لازم قصه مقنعه، ولازم كمان كبش فدا جديد. وهنا بدات تبني القصه الجديده، بدات تتصرف قدام الكاميرات بطريقه غريبه في البيت، وبتبان انها خايفه ومرعوبه، واحيانا بتبان انها بتحاول تتصل لحد ومش قادره. كل الكاميرات في البيت كانت بتشوف مشهد معين هي اللي رسماه، وبتظهر في الكاميرات كأن ديزي هو اللي حابسها في البيت ورابطها. وفي ليله معينه ايمي بتكلم ديزي وبتضحك معاه وبدات كده تتمحلس له، وبعدين بيخشوا اوضه النوم مع بعض عشان يعملوا علاقه. وفجاه في مشهد من اكتر مشاهد الفيلم صدمه، ايمي بتطلع سكينه وبتذبح ديزي بدم بارد، والدم بيغرق الدنيا، وبتبدا تخطط لاخر مشهد، وبتقرر انها ترجع لنيك. لما ايمي بتوصل بيتهم القديم الكاميرات بتاعت الاعلام كانت واقفه بره، لان ايمي اتصلت برواندا من قبلها وقالت لها انها ترجع. وايمي اول ما بتوصل البيت وهي غرقانه في دمها بتقع في حضن نيك قدام العالم كله. مشهد الزوجه اللي كانت مخطوفه وبتغتصب واللي نجت باعجوبه العالم كله شافها بطله، وهي بتقع في حضنه وبيغمى عليها. والاعلام بيصور كل ده بشغف، وقنوات الاخبار بتصور المشهد بس حي، حتى الناس بتبدا تسقف لايمي المذهله. وديزي يا عيني العالم كله اقتنع انه كان خاطفها وكان بيغتصبها وانه مريض نفسي، وانها قتلته عشان مضطره تدافع عن نفسها. وبنروح لمشهد النهايه جوه البيت بعد ما الكاميرات بتخرج. نيك بيقرر انه يواجهها بنظره مختلفه خالص، بيقول لها انت قتلتيه ايمي، انت قتلت الراجل، انت مش انسانه، انت شيطانه. فبتبتسم ايمي بمنتهى البرود وبتقول له انا عملت كل ده عشان نرجع لبعض. نيك بيحاول يهرب فبيكلم المحامي، لكن ايمي بترمي له الورقه الاخيره، بتقول له انا حامل، والمره دي حمل حقيقي، والاعلام والمحكمه لو سمعوا قصتي مش قصتك انت عارف ده معناه ايه، وهيتعاطفوا معايا عشان انت رميتني وانا حامل بعد كل المعاناه دي. نيك بيقف مش مصدق اللي بيسمعه ولا عارف يعمل معاها ايه. الفيلم بينتهي هنا ونيك بيقفل باب الاوضه عليه، وهو بيبص لايمي وهي نايمه بنفس البصه اللي بصلها في بدايه الفيلم، نفس السؤال ونفس الخوف اللي على وشه، بس دلوقتي هو عارف الاجابه. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اللايك، تشترك في القناه، واستناني في الفيديو اللي جاي. سلام.